أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت. ولما بلغ عليه الصلاة والسلام 4 سنين خرجت به أمه إلى المدينة النبوية، ثم عادت فوافتها بالأبواب أو بشبه الحجون الوفاة، وأدخلته على جدي عبد المطلب فضمه إليه ورقى له على الرقية، وقال إن لابني هذا لشانا عظيما فبخ لمن وقره ووالاه. ولم تشك في سوى الجوع ولا عطش القد نفس الأبية، كثيرا ما غدا فاغتدى بماء زمزم فأشبعه وأرواه. ولما أريخت بفناء جدي عبد المطلب مضايا المنية، كفل العم أبو طالب شقيق أبيه عبد الله، فقام بكفالته بصدق عزم وحسن طوية، فإنه ممن أكرمه الله تعالى بالنبوة واجتباه. فإنه ممن أكرمه الله تعالى بالنبوة واجتباه. ولما بلغ 12 سنة رحل النبي صلى الله عليه وسلم عمه إلى البلاد الشامية، وعرفه الرأي بحيره بما حازه من وصف النبوة وحواه، وقال إني أرى سيد العالمين ورسول الله والنبيه قد سجد له الشجر والحجر ولا يسجدان إلا للنبي أواه. وإنا لنجد نعتا في الكتب القديمة السماوية، وبين كتفي خاتم النبوة غلمه النور وعلاه. وأمر عما برد إلى مكة تخوفا عليه من أهل دين اليهودية، فرجع به ولم يجاوز من الشام المقدس بصرى در الله. اللهم صل وسلم وعظم وكرم وشرف ومجد وزد وبارك عليه.